اهلا بيكم، معاكم عبد العزيز حسين، المحامي بالاستئناف العالي مجلس الدوله. تشابه الاسماء. ماشي في امان الله، وقفني كمين، طلب بطاقتي، اديتها له، اتفاجئت ان عليها احكام مش عارف عنها اي حاجه، ولا هي بتاعتي ولا عمري شفتها اصلا. اعمل ايه؟ بنقدم طلب لرئيس النيابه المختصه اللي فيها القضيه، وبنلتمس فيه باجراء تحريات المباحث عما اذا كان هذا الشخص هو المعني بالاتهام من عدمه. بنستخرج شهاده تصرفات من اسم الشرطه التابع للحكم. النيابه الجزئيه بترد عليه، ومن اصل القضيه بتشوف الفروق، العنوان، المهنه، وغالبا الفيصل بيكون اسم الام. بتاخد تاشيره النيابه وتصور محضرك اللي فيه التشابه، تطلع على المباحث. المباحث ترد ان هذا الشخص ليس هو المعني بالقضيه دي. تمام؟ طب انا اتمسكت بقى ورحلوني وخدوني والكلام ده كله، لازم تعمل معارضه. فهتعمل معارضه، هيتحدد لها جلسه، فلازم تحضر الجلسه. ولما تحضر الجلسه، المحامي الخاص بحضرتك هيدفع بعدم جواز نظر المعارضه لتقريرها من غير ذي الصفه، ويقول ان حضرتك ليس المعني بهذه القضيه ولكن في شخص اخر. تمام؟ ده بالنسبه للاحكام الجزئيه. طب بالنسبه للاحكام الجنائيه، هو اجراء واحد، شهاده تصرفات من مديريه الامن التابع للحكم. تمام؟ بعد كده حضرتك شهاده التصرفات ديت بيرسلوا الى النيابه العامه المختصه بالحكم، بتقول برضو الشخص ده هو المتهم ولا لا، فبيرد عليها التنفيذ اذا كان الشخص ده هو المتهم ام غيره. طب لو حصل معاك الكلام ده، تواصل معانا واحنا ان شاء الله نطلعك منها على خير. تحياتي عبد العزيز حسين، محامي الاستئناف العالي مجلس الدوله.